الكل بيدور على تشكيلة يعرف يجيب فيها صلاح وإيزاك وواتكنز وساكا وبالمر وهالاند. عايز تعرفها؟ هقولك. واحدة واحدة يا جدعان، حاضر كله هياخد. عايز تشكيلة فيها صلاح وهالاند وإيزاك وواتكنز، حاضر ماشي. الو ايوه حاضر. عايز ايه؟ عايز تشكيلة فيها هالاند وصلاح وواتكنز وفودن وإيزاك، حاضر مفيش مشكلة، لحظة حاضر. الو ايوه نعم ايوه، عايز تشكيلة فيها صلاح وهالاند وفودن وبالمر وإيزاك وساكا، حاضر مفيش مشكلة هقول لك حاضر. ايوه الو ربع لانشون ونص جبنة رومي وخمسة بلامير. ايه يا حاج؟ ايه ربع لانشون ونص رومي ده؟ انت طالبه مين؟ بقالة السعاده؟ لا يا ست النمره غلط وما تعطلناش الله يكرمك. ايوه يا ابني نعم ايوه حاضر. 2 شاورما فراخ. انت طالب مين؟ لا مش هنا فطاطر الدسوقي، مش هنا، النمره التانيه. يا ساتر كل دي التشكيلات عايزينها الناس؟ كل دي تشكيلات الناس عايزينها؟ مش مشكله بس المهم ان احنا قدرنا نوصل للسر اللي هيخليني اقدر اجيب في تشكيلتي صلاح وهالاند وايزاك وساكا وبالمر وفودن. السر اللي موجود في رقم 2 في اللعبة دي. فعلا لعبة مش سهلة، هي غلت الأسعار بس نسيت ثغرة مهمة أوي. برايفت نمبر. الو سلولي يا خواجة عشان افهم. سلولي وات؟ نو I will tell everyone. I know the secret. I know the secret. What do you mean؟ قالوا هيمنعوني بكل الطرق ان انا اقول لكم السر. بسرعة ندخل الحلقة، خلينا الحق اقول لكم على السر بتاع رقم 2 في اللعبة دي، ازاي اقدر اجيب كل الناس دي معايا في التشكيلة بتاعتي بسرعة. وسهلا بيكم جميع مشاهدين ومتابعين قناه برنامج البوب شو. اهلا وسهلا بيكم، معاكم ايهاب في حلقه جديده من حلقات برنامج فانس البريمير ليج موسم 2024 2025. الموسم اللي هتكون خوازيق وعنب، وان شاء الله هيكون موسم صعب باذن الله. ولكن موسم صعب عليك ازاي والبوب موجود؟ عشان في الحلقه النهارده هقول لك على السر بتاع رقم 2 في اللعبه ديت، اللي هيخليك ويسمح لك ان تقدر تجيب في تشكيلتك محمد صلاح وساكا وهالاند وايزاك وواتكنز وفودن وكل اللعيبه اللي نفسك فيها على الدفاع وحراسه المرمى، صليبه وجفارديول. لا عزيزي المشاهد، انا ما هكرتش الموقع بتاع الفانتزي، ولكن كان عندهم ثغره نسيوها قد كده هتخلينا برضو نتغلب على الاسعار الكبيره اللي هم حطوها لنا. بس قبل ما اقول اي حاجه، ما تنساش كام دعم ليا واشترك معايا في القناه. لو لسه ما اشتركتش معايا لغايه دلوقتي هتلاقي زر احمر تحت مكتوب عليه سبسكرايب، هتدوس عليه تفعله جنب جرس التنبيهات، برضه هتدوس عليه تفعله للكل عشان اول ما اعمل اي حلقه جديده تجيلك على طول. واقول لك وش يا باشا المتين بتاعك ما تنساش، ده بيساعد الحلقه والقناه تكبر وتنتشر وتوصل لاكبر عدد المتابعين. طب كده على السوشيال ميديا مش محتاج افكرك، فيسبوك انستجرام تويتر تيك توك موجودين في كل حته. خش اشترك معانا ملاكم في الاكونت عشان دايما تبقى متابعني كل جديد بجديد. والدوري بتاعنا دوري الجديد بتاع الموسم ده موجود وبقى جاهز في الديسكربشن تحت صندوق الوصف تحت الفيديو. خش اشترك في كود ولينك الاشتراك المباشر، خش اشترك ووريني نفسك. الحقيقه عزيزي المشاهد ان اللعبه من ساعه ما فتحت وانا مطبق عليها وما نمتش لغايه دلوقتي، وبحاول ان انا الاقي حل، الاقي ثغره ازاي اقدر اجيب كل اللعيبه الكويسه اللي نفسي فيها، سواء كان على مستوى الدفاع مستوى خط الوسط او مستوى الهجوم. ولكن طبعا عشان اداره الفانتزي فاكره نفسها صايعه، ولما تغللنا الاسعار مش هنعرف نجيب اللعيبه اللي نفسنا فيها. لا ده البوب موجود، وهقول لكم ازاي تقدروا تستفيدوا وتجيبوا كل اللعيبه ديت معاكم في التشكيله بتاعتكم. وزي ما قلت لك ان السر هيكون في رقم 2
فين في اللعبه دي؟ عزيزي المشاهد انت ما سالتش نفسك سؤال مهم، هما ليه الموسم ده بالذات راحوا مغليين كل الاسعار ديت بالمنظر ده، وراحوا مخليين ان انت تقدر تحوش التغييرات الفري بتاعتك لغايه 5 تغييرات مره واحده؟ ده علشان عزيزي المشاهد ادولك زي ما تقول باب خلفي، باك دور، تقدر منه تحاول تجيب كل اللعيبه ديت معاك في التشكيله بتاعتك وتحاول تستفيد منها. بس المهم قبل ما اشرح لك السر بتاع رقم 2 وازاي تقدر تجيب اللعيبه دي في تشكيلتك وتستفيد منها كلها، لازم تبقى محدد انت طريقك في بدايه الموسم هيبقى عامل ازاي. هل انت هتكون من اصحاب النفس الطويل اللي هيبدا ياخد الماراثون واحده واحده ويظبط تشكيلته واحده واحده، لا انت من اصحاب الكل في الكل وعليا وعلى اعدائي وهجيب اللعيبه اللي نفسي فيها كلها، ولا انت من اصحاب الناس اللي هتقرر ان في بدايه الموسم تفعل البنش بوس وتستفيد على قد ما تقدر من اكبر عدد من النقط في بدايه الموسم، بما ان كده مش هيكون عندنا جولات دبل كبيره او جولات دبل كتيره الموسم ده. وطبعا عزيزي المشاهد تشكيلتك في الحاله الاولى غير الحاله الثانيه غير الحاله الثالثه، واللي هيحدد انه قرار فيهم هيكون صح هي رحلتك بعد كده بقيه الموسم. لو رحلتك انتهت على خير يبقى انت قرارك كان صح، لو بقى قعدت تتخزوق وتعثرت وما عرفتش تكمل وتوصل لهدفك اللي انت عايزه قرارك كان غلط. هتقول لي لا طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ اعرف ازاي؟ عزيزي المشاهد ما هي ديت السر، دي المتعه في الرحله. طول ما احنا مع بعض ان شاء الله هيكون موسم خالي من الخوازيق او خوازيق وقال باذن الله. خلينا نبدا على طول ونبدا نتكلم ونخش في الموضوع دايركت. احتمال تكون الحلقه دي طويله شويه مني، ولكن انا ليا رجاء خاص، انا خدت وقت كبير عشان احضر للحلقه دي، فانا عايز اكبر عدد من اللايكات اللي ممكن تتخيلوه. ان شاء الله لو كل فيو بلايك، الحلقه دي اقل واجب ما تقلش عن 1000 لايك. طبعا احنا لسه قدامنا شويه على بدايه الموسم، والله اعلم مين هيتصاب مين مش هيتصاب مين هيبقى حالته ايه، فسيف الفيديو ده عندك علشان ترجع له تاني قبل الموسم ما يبدا على طول. خليني اقول لك عزيزي المشاهد ان في 3 حاجات لازم تخلي بالك منهم وانت بتحط تشكيلتك في بدايه الموسم عشان تنطلق انطلاقه ممتازه. اول حاجه هتراعي نسب الملكيه وما تسبحش عكس التيار، ما يبقاش الناس كلها جايبه مثلا ايزاك وانت مش رايح جايب ايزاك. حاول تكون بدايتك ماشيه مع بقيه الناس علشان لو حد فرق ما يفرقش كتير عنك، او لو ناس فرقت ما يبقاش ناس كتيره فرق عنك. تاني حاجه لازم تنقي اللي جدوله كويس في بدايه الموسم، وخصوصا اللي بيبقى فيه اغلبيه الماتشات على ارضه. وتالت حاجه ركز على اللعيبه اللي كانت مريحه طول الصيف، قلل شويه من اللعيبه اللي كانت مراهقه من الماتشات بتاعت الكوبا والماتشات بتاعت اليورو. حاول على قد ما تقدر ان انت اللعيبه اللي هتجيبها يكون جدولها ماشي بالتبادل او بالتوافق كده مع اللعيبه التانيه، عشان يبقى عندك الحريه تقدر تبدل ما بينهم بمنتهى السهوله. وحاول على قد ما تقدر عزيزي المشاهد ان يكون معاك لعيب من كل فئه سعريه في كل مكان في التشكيله بتاعتك. يعني في تشكيلتك مثلا على مستوى الهجوم يكون عندك مهاجم مثلا ب5.5 او مهاجم ب7 او ب7.5 ومهاجم ب9 ومهاجم ب8.5، عشان تقدر بقى بسهوله بعد كده تطلع مثلا واتكنز تجيب ايزاك وترجع واتكنز وهكذا، يبقى ما فيش فرق كبير. على مستوى خط الوسط يكون عندك لعيب ب10 زي ساكا، 10.5 زي بالمر، 6.5 زي جرناتشو او نكونكو، ممكن تروح واحد زي قدوس، ممكن تفكر في واحد مثلا يكون معاك نص مليون زياده تروح لواحد زي ايزي، ولعيب ب7.5 واحد مثلا زي ماديسون، مثلا ممكن تفكر مثلا في واحد زي لويس دياز من ليفربول. يعني اما تحب تتنقل ما بين اللعيبه يكون عندك الفئه السعريه اللي تعرف تجيب بيها بقيه اللعيبه. طيب نبدا بقى نشوف ايه السر اللي انا عمال اكلمكم عليه، وهو السر اللي هيكون في رقم 2. خلي بالك عزيزي المشاهد، لو انت عايز تعرف تجيب اللعيبه دي كلها وتستفيد منها اكيد طبعا هيكون صعب تجيبهم كلهم مره واحده. اهدى عليا واتقل عليا، انا جايلك في الكلام. ولكن اللي نقدر نعمله ان 90% من اللعيبه اللي احنا عايزينها ممكن تكون في تشكيلتنا، ونبدا نبدل طول الرحله في 1 ولا 2 ونحاول نستفيد منهم في الماتشات السهله بتاعتهم. يعني مثلا انا ما يبقى عندي مثلا هالاند عنده ماتش صعب قدام ارسنال ولا قدام مثلا تشيلسي ولا استون فيلا ولا اي ماتش صعب ايا كان، يعني انا هيبقى عم بيعمل معايا ايه في التشكيله بتاعتي، خصوصا اما يبقى على الناحيه الثانيه مثلا واحد زي محمد صلاح عنده ماتش سهل جدا على الارض. عشان كده عزيزي المشاهد هنحاول ان احنا نستفيد من كل اللعيبه في اوقات المميزه بتاعتها او الماتشات السهله بتاعتها. السر بقى في رقم 2 هو ان انت دايما تحاول يكون معاك تغييرتين طول رحلتك وانت ماشي، ويكون معاك في البنك 2 مليون او 2 مليون ونص. وهفهمك ليه. تقول لي ده هجيب اللعيبه دي كلها وكمان اسيب في البنك 2 مليون؟ تيجي ازاي؟ واحده واحده.
بص عزيزي المشاهد على التشكيله اللي قدامك. عندنا في حراسه المرمى سانشيز حارس مرمى فرقه تشيلسي، وطبعا عندنا حارس رخيص ب 4 مليون وهو تيرنر. يلعب بقى ما يلعبش الله معاه، ولكن احنا ممكن نكمل على سانشيز حبه حلوين بما ان ماتشاته اللي جايه كلها سهله اهو. ربنا يفرجها لغايه مثلا ما يبقى في الجوله السادسه ولا السابعه، نبقى ساعتها بقى نعمل عندنا تغييرات كتيره، نعمل الميني وايلد كارد اللي احنا ممكن نعمله، نفعل الوايلد كارد لو احنا عايزين نعمله. وعلى مستوى الدفاع زي ما حضرتك شايف قدامك، معانا صليبه من فرقه ارسنال، معانا جفارديول من فرقه مانشستر سيتي، معانا لوك شو من مانشستر يونايتد. زي ما قلت لك ان شاء الله هجوميا ودفاعيا هيبقوا كويسين ان شاء الله الموسم ده. دان بيرن من فرقه طبعا نيوكاسل، وهاورد طبعا مدافع فرقه ساوثهامبتون ب 4 مليون، طبعا مدافع بادج، هو برده ممكن يعني يجي له ماتش سهل تلعبه مفيش مشكله، تاخد الديفرنشال والريسك فيه، وراجل اللي عنده مساهمات هجوميه عملها كتير مع ساوثهامبتون الموسم اللي فات. طبعا زي ما حضرتك شايف بقى على مستوى خط الوسط، عندك ساكا وعندك بالمر وعندك جوردو جرناتشو وهاري وينجز، طبعا لعيب خط وسط بادجت برده انا حاطه معايا في التشكيله بتاعتي عشان اوفر منه فلوس، وراجل بنسبه كبيره بيلعب اساسي مع فرقه ليستر سيتي. طبعا ما اعرفش لسه مع المدرب الجديد ظروفه هيبقى ايه، ولكن يعني اي حد بقى مش هتفرق، اي حد ب 4.5 بحطه. وعلى مستوى الهجوم معانا واتكنز ومعانا توني ومعانا ايزاك، وبالتشكيله الحلوه اللي انت شايفها قدامك ديت لسه معايا في البنك 2 مليون. طبعا زي ما حضرتك شايف التشكيله اللي قدامك راعيه ان يكون معايا اللعيبه اللي هتجيب ان شاء الله باذن الله، ده ان حصل يعني كلين شيت. طبعا برضو زي ما انت شايف مراعي فكره ان اللعيبه بتلعب على ارضها ووسط جماهيرها بتفرق في بدايه الموسم. توني طبعا مرشح انه يروح لاي فرقه تانية، ممكن يروح لتوتنهام، طبعا هيبقى ساعتها سرقه السرقه. على ما يروح اكيد هيعمل له ماتشين 3 حلوين علشان يثبت كفاءه. متضايق من توني او حاسه ممكن ما يعملش حاجه، ممكن بدل توني تجيب جاكسون. صحيح تشيلسي هتلاعب السيتي، ولكن احنا شفنا لما بيلعبوا بعض بتبقى الماتش مفتوح ازاي وبيجيبوا اهداف كتير ازاي. يمكن يحب يعدل الدنيا مع المدرب الجديد عشان يثبت كفاءه قدام. ولا لا ابو الكباتن؟ طب ال 2 مليون اللي في التشكيله ديت يعني اللي في البنك ديت انا استفدت ايه؟ والله مش عايز تبدا الموسم ببالمر وشايفه ماتش صعب قدام تشيلسي ولسه راجع من اليورو، حط ال 2 مليون دولت على بالمر وهات صلاح. الان تبدا بصلاح ومش عارف هيبقى عامل ازاي وفورمته عامله ازاي ومع المدرب الجديد هيوظفه ازاي. عادي بدل بالمر روح هات نكونكو، وبدل واتكنز روح هات هالاند. على الاقل لما تيجي داخل الجوله الجايه هيكون هالاند معاك في التشكيله بتاعتك، مش هتعرف تعمل ثواني. تقولي لا انا حابب ابدا ببالمر بيلعب على ارضه وسط جماهيره وهو بيحب يسجل في مانشستر سيتي عشان فريقه الصعب، عادي مفيش مشكله. سيب بالمر معاك في التشكيله بتاعتك وسيب واتكنز برضه في التشكيله بتاعتك، وتعالى الجوله الجايه هتروح عامل نفس الحركه، هتبيع بالمر هتجيب مكانه نكونكو، وبدل واتكنز هتجيب هالاند. تقول لي بس يا ابو الكباتن ده كده فيها سالب، هقول لك اعمل لك ايه؟ ما انت اللي عايز بالمر. ممكن بقى لو عايز تبقى صايع بدل ما تروح تبيع نكونكو وترجع بالمر وبدل هالاند تجيب واتكنز، ايه المانع ان انت تبيع جرناتشو وتجيب بالمر وتبقى مضبل معاك بالمر ونكونكو، بما انهم داخلين على ماتشات كويسه جدا الفتره اللي جايه. او التشكيله اللي انا كنت قايل لك عليها يكون معاك جاكسون بدل توني وتدبل بقى يبقى معاك جاكسون ومعاك بالمر الفتره اللي جايه. انت مركز معايا ولا تهت مني؟ المهم ان التشكيله الستاندر اللي انا بكلمك عنها هيكون فيها ساكا وهيكون فيها بالمر وهاري وينجز وجوردون وجرناتشو، وفي الهجوم هيكون معاك واتكنز وتوني او جاكسون وايزاك. هتقولي طب ما انا جايب ايزاك، ما كفايه ايزاك بلاش جوردون، ده اول ماتش اليوم على ارضهم ووسط جماهيرهم في السان جيمس بارك. وانت عارف نيوكاسل ايديها طرش، ساوثهامبتون يعني لا حول لها ولا قوه، ده لسه صاعده حديث. والتشكيله ديت بال 2 مليون معاك هتروح مثلا في مره لو لقيت صلاح عنده ماتش حلو تروح بايع بالمر وحاطط ال 2 مليون عليه وتروح تجيب صلاح. وطبعا غير التبديلات اللي انا بقول لك عليها دي ما تعملش، لان انت معاك معظم اللعيبه اللي انت عايز تجيبها، هتبدل بقى على مين وتجيب مين؟ الفرق اللي انا جايب لك منها لعيبه ديت والكلام اللي احنا بنتكلم عليه هم دول اللي هتركز عليهم على الاقل اول 10 جولات. فطول الفتره دي تغييراتك كلها هتبقى عباره عن صلاح بتجيبه وتدخل هالاند وتطلع صلاح بالمنظر ده. فانت على الاقل يكون معاك 3 تغييرات محوشه. تحتاج يابا هالاند مفيش مشكله، تروح بايع صلاح، بايع بالمر، بايع ساكا، ايا كان اللي عنده ماتش صعب هتروح بايعه، وبدل واتكنز بدل ايزاك هتروح بايعهم وتجيب مكانهم هالاند، وغالبا هيكون مكان واتكنز يعني عشان الفلوس يعني عشان ما تاثرش معاك. تقول يا بوب طب يعني توني يعني ومش عارف ايه، ما بلاش توني وانا مش ناقص مغامره يعني، ما خلينا مثلا في ارسنال والسيتي والعالم اللذيذه الحلوه ليفربول ونيوكاسل والناس ديت، اجيب منها اضبل منها اعمل تريبل منها، ما خلينا في المضمون سهل قوي. بدل توني اللي انت متضايق منه ومش عاجبك او جاكسون اللي انت ما انتش ضامنه هات مكانه هافرتز. طبعا هيبقى عندك فرق نص مليون هتعوضه من لوك شو في الدفاع بتاع مانشستر يونايتد، هتبيع لوك شو وتجيب مكانه مارتينيز. يعني انت مصمم على دفاع مانشستر؟ لا مش
مصمم على مدفع مانشستر، ممكن تروح تجيب حد من دفاع نيوكاسل، عندك جويهي، عندك اندرسون ب4.5. ده طبعا بالطريقه ديت هيكون معاك 3 من فرقه ارسنال، وطبعا الجوله الجايه هيكون معاك 2 من السيتي، طبعا هيبقى جفارديول وهالاند. ولما تبيع هالاند عندك جفارديول ممكن يعمل لك كفر، راجل بيزيد وبيسجل عادي وبيصنع عادي. لو انت سيدي مش عايز تسيب ال 2 مليون في البنك وعايز تبدا بدايه قويه وتبدا بمحمد صلاح، خلاص بدل بالمر هات محمد صلاح، حط ال 2 مليون على بالمر وهات صلاح. الجوله الجايه زي ما انت فاهم قلنا هنعمل ايه. عايز تجيب هالاند مثلا، خلينا خلاص زي ما احنا متفقين مارتينيز في الدفاع بتاع مانشستر يونايتد ب4.5 او ايا كان ب4.5. معاك في الهجوم هالاند، بقى هجومك ايزاك وهافرز وهالاند، وعلى مستوى خط الوسط معاك كفر من فرقه تشيلسي واحد زي نكونكو. خلاص خلصت الجولتين الاولانيين المهمين بتوع هالاند وما عدتش عايزه، بيع هالاند وهات واتكنز بقى عشان ابقى داخل على ماتشات كويسه، وبدل نكونكو هات بالمر. هتقول لي يا سلام، طب ما السيتي برضه عنده ماتشات كويسه، يعني ما انت بتخليني اضحي بهالاند ليه؟ بخليك تضحي بهالاند، ما انت يا اما هتضحي ببالمر يا هتضحي بهالاند، هتجيبهم ازاي مع بعض غير كده؟ ما احنا مستوى هالاند عارفينه ازاي الموسم اللي فات كان عامل ازاي. الراجل اصلا كان بيقول لك في مشاكل في النادي ومش عايز يجدد لهم، وكان طبعا مقضيها ومبرطع طول الاجازه، ففورمته الله اعلم هتبقى عامله ازاي. دي بروين طبعا خلاص كبر في السن وممكن يمشي الله اعلم، فهالاند برضه ممكن يبقى ساعتها فردة جزمه من غير شراب. كل الحاجات دي بقى هنتفق فيها واحنا بنتفرج طبعا على الموسم التحضيري بتاعهم، مستواهم هنشوفه عامل ازاي. كل الكلام ده هيترتب لوحده. لا 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 بقى هافرز مش لازم اجيب هافرز، انا بقى بصراحه واتكنز ما اقدرش استغنى عنه. يا سلام سهله قوي، خليك في الهجوم بتاعك يكون ايزاك وهالاند وواتكنز زي ما حضرتك عايز، بس بدل من نكونكو بقى هنضطر ننزل ونجيب واحد مثلا زي هودسون اودوي. ماتش سهل على ارضهم قدام بورموس، وطبعا نوتنجهام على ارضها مع نونو سانتوس، ممكن يعمل له حاجه ويعمل حاجه يبدع، وجدولهم حلو على فكره. يا سيدي لو انت بتفكر وتقول لا جرناتشو ايه البتاع دوت الله اعلم هيعمل ايه وعلى ارضه وسط جماهير وراجع من كوبا امريكا تعبان، لا شوف لنا حاجه ثانيه. هنا ساعتها عزيزي المشاهد هنشيل جرناتشو اللي هو مش عاجبك، وهنجيب مكانه اوديجارد طبعا من فرقه ارسنال، ويبقى برده معاك 3 في ماتش سهل على ارضهم وسط جماهيرهم. لكن بقى هنضطر نخفض الدنيا شويه، مع طبعا هنجيب جواو بيدرو في الهجوم مكان توني. قلت له طب يا بوب ما تشوف لنا حاجه عندك كده جوه كده، يعني برضو الماتش بتاع السيتي الجوله الثانيه ماتش سهل، اخش بهالاند بس ولا هالاند وجفارديول بس؟ انا عايز يبقى معايا 3. طبعا عزيزي المشاهد اكيد عندي، انت برضو تطلب طلب واستخسر فيك حاجه، بس طبعا لو هنعمل حاجه زي كده هنضطر نستغنى في الدفاع عن جفارديول، وهنجيب مكانه مايكل لونكو طبعا مدافع فرقه ايفرتون، ماتش كويس على ارضهم قدام برايتون، بيعرفوا يقفوا قدامهم ودفاع طبعا ايفرتون احنا عارفين هو عامل ازاي، وبيكفورد لسه راجع منتشي عامل اداء ممتاز في اليورو. وطبعا على مستوى حراسه المرمى هو اللي هنغيره، بدل ما يبقى معانا سانشيز هنروح نجيب مكانه طبعا اورتيجا او ادرسون، هنشوف مين اللي هيكمل فيهم طبعا من خلال الفتره التحضيريه، واصلا ادرسون بيقول لك ماشي، فاورتيجا هو تقريبا هيكون الحارس الاساسي، فهيكون معانا الحارس بتاع السيتي في الماتش التاني، وبدل اوديجارد هيكون معانا فودن. طبعا في ناس هتقول لي بقول لك ايه، لا تلخبطني ولا توريني ولا توديني ولا 2 مليون ولا بدل ولا شيء، انا مش عايز هالاند اصلا الموسم ده، انا هكتفي بفودن من السيتي وهو يعمل لي كفر. عندك تشكيله حلوه تليق على اللعيبه اللي انت قلتها دي كلها معاها فودن، دي تشكيله كويسه. ممكن مثلا تفكر على مستوى الهجوم يكون معاك ايزاك ومعاك توني ومعاك اي مهاجم ب4.5 مليون، وعلى مستوى الخط الوسط هيكون معاك طبعا فودن، معاك صلاح، معاك جرناتشو، معاك بالمر، ومعاك ساك. وعلى مستوى خط الدفاع طبعا هيكون معاك مايكولينكو، معاك اندرسون من دفاع كريستال بالاس، معاك مارتينيز من دفاع مانشستر يونايتد، دان بيرن من دفاع نيوكاسل، طبعا هاورد المدافع الرخيص البادجت بتاع طبعا ساوثهامبتون، وفي حراسه المرمى هيكون معاك سانشيز والتاني ترم. شايف بقى ان صلاح مالوش لازمه وكبير في السن ومع مدرب جديد والله اعلم هيشارك ولا مش هيشارك، ممكن تبدا بقى بتشكيله الثانيه بتاعت هالاند وانت مقتنع بيها. طبعا هيكون معاك في الهجوم واحد زي ايزاك، واحد زي هالاند، وطبعا المهاجم اللي ب4.5 مليون ما بيلعبش، ولكن عيب التشكيله دي ان انت هتضطر تلعب بلعيب خط وسط بادجت او تلعب ب4 دفاع، ويكون معاك في مستوى خط الوسط فودن وايزي وهاري وين بالمر وساك. في الدفاع عندك بقى جويهي، اندرسون، مايكولينكو، دامبير، مارتينيز، وهاورد طبعا على مستوى الدفاع، وزي ما قلت لك حراسه المرمى سانشيز وترنر. وبعد يا سيدي ما تعدي شويه الماتشات السهله بتاعت السيتي ابقى هتكون حوشت شويه تغييرات حلوين، او عايز تفعل الوايلد كارد افعلها وظبط تشكيلتك. اما انت بقى لو كنت من هواة الناس اللي عايزه تفعل البنش بوست في بدايه الموسم، عندك 3 تشكيلات عنب وزي اللوز، اتفرج عليهم ونقي اللي يعجبك.
وبس كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. اتمنى الحلقه ما تكونش طولت مني، واكون قدرت اساعدك وما تكونش تهت مني، واكون قدرت افيدك واقول لك على بعض الافكار وبعض المعلومات ازاي تقدر تجيب كل اللعيبه اللي نفسك فيها وتستفيد منها في الموسم ده ان شاء الله، اللي ان شاء الله يعني مش هيكون موسم صعب ان شاء الله وباذن الله. ويعني كل التشكيلات اللي اتعرضت عليك في الحلقه النهارده تقدر تعتبرها كلها افكار بالنسبه لك، ممكن تستعين باي حد منها من التشكيلات ديت وانت معاك الفكره الرئيسيه او الفكره العريضه والعنوان العريض اللي تحاول تستفيد بيه من كل اللعيبه اللي موجوده في اللعبه. واتمنى الخير والسعاده والتوفيق لكل الناس، وان شاء الله تكون الحلقه عجبتك، واتمنى الخير والسعاده والتوفيق لكل الناس، وارجوكم دايما خليكم معايا.